وصفة ديال البرجر منزلي، ولكن المذاق والشكل كأنكم شريتو من على برا. تبعوا معايا الوصفة والمقادير. هنا في واحد الاناء غادي نحتاجو معلقه كبيره من خميره الخبز اللي غادي نضيفو ليها كاس ونص ديال الحليب اللي يكون دافئ. غادي نحركو هاد المكونين بجوج حتى كتذوب لينا الخميره مزيان في الحليب، وغادي نخليوه جانبا مده ديال 5 دقائق تقريبا حتى كيتفاع لينا الخليط. ثم من بعد غادي نضيفو ليه 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، غادي نضيفو ليهم زيت نباتيه عند كاس الا ربع. غادي نحتاجو كذلك واحد البيضه اللي تكون بحراره المطبخ، وغادي نضيفو ليها معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نخلطو هاد العناصر جيدا بالطراب اليدوي حتى كيندمجوا لينا جيدا. من بعد غادي نضيفو ليهم الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيفو في المجموع 5 ديال الكؤوس ما يعادل 600 غرام من الدقيق الابيض. غادي نضيف في الاول 3 ديال الكيسان وغادي نخلط بالطراب اليدوي. عاد من بعد ملي كيتخلطوا ليا هكا يعني كيتخلطوا ليا دوك العناصر كاملين، عاد غادي نضيف 2 كؤوس الاخرين وغادي نعجنهم بحال هكا. هاد الطريقه فقط كتساعدكم باش انه دغيا كتعجن لكم العجينه ديالكم. بطبيعه الحال الا بغيتو تستعملوا الكميه كامله وتعجنوا ماشي مشكل، غادي نبقى تنعجن مزيان. ومن بعد غادي نوضعوا على سطح العمل باش كنتحكموا في العجينه ديالنا كما بغينا، يعني كنعطيو هكا شويه دليك. في الاول كتكون كتلصق شي شويه، من بعد صافي تقريبا واحد 3 ديال الدقائق كتماسك بهذا الشكل هذا وما كتبقاش كتلتصق بالايدي. يعني هي كتجي خفيفه ولكن في نفس الوقت يعني كتجي مجموعه كما كتلاحظوا معايا. غادي نوضعوا فوق منها ورق غذائي ونخليوها حتى كتختمر تماما. ثم من بعد غادي نشدوها وغادي نشكلوها الكويرات. غادي نقسمها انا بالنسبه لي عندي هنا قسمتها لجوج، ومن بعد غادي نقسم كل جزء غادي نقسمو ل4 ديال الكويرات اللي يكونوا متساويين في الحجم ديالهم. صافي كما كتشوفوا معايا تنقسمهم بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للتشكال ديالهم راه ساهل بزاف، كناخذوا العجينه بهذا الشكل هذا وكنحاولوا نلموا هذوك الاطراف بحال كنديروا كريسات. والعجينه يعني كتساعدنا بزاف باش اننا نشكلوها لان كتكون رطبه وكتعطي الطوع في الخدمه ديالها. صافي غادي ناخذوا واحد اللاطه ديال الفران اللي غادي نوضعوا فيها ورق ديال الزبده، اولا تقدروا دهنوها بزيت المائده، وغادي نحطوا فيها الكويرات ديال العجين ديالنا. حاولوا انكم تباعدوا بيناتهم شي شويه لانه من بعد غادي نبسطوهم وكذلك غادي يضاف الحجم ديالهم. تنكمل بنفس الطريقه حتى كنكملوا هذوك الكويرات كاملين ب8. وإلا بغيتو تصغروهم اكيد فراه كتخرجوا لكم عدد اللي كيكون اكثر من 8. كما شفتوا معايا هنا تنحاول انني نبسطهم بهذه الطريقه ونخليوهم حتى كيختمروا كيضاف الحجم ديالهم. من بعد غادي ناخذ واحد صفار ديال البيضه اللي غادي نضيف ليه شويه ديال الحليب وغادي ندهن هكا بالشيته ديال الدهن. غادي ندهن الوجه ديالهم مزيان بهذه الطريقه. ثم من بعد غادي نرشهم هكا بشويه ديال الزنجلان اولا اللي متوفر عندكم. تقدروا تستعملوا كذلك البافو او الخشخاش، حتى هما كيجيو زوينين في الخبز ديال البرجر. صافي غادي ندخلوهم الفران حتى كيطيبوا على درجه حراره 180 حتى 190 وتنخرجوهم بعد ما كيطيبوا كياخذوا لنا هذاك اللون الذهبي. هنا غادي نمروا للحشوه. كما شفتوا معايا هنا درت واحد البصله كبيره كتشحر باش غادي نستعملوها كذلك في الحشوه ديال الساندويتش ديالنا. هنا غادي نصايبوا الصلصه كذلك. غادي نحتاجوا 2 معالق ديال الجبن كريمي، اي جبن كريمي عندكم، اولا تقدروا تعوضوه بالمايونيز. ضفت بصله صغيره تكون مقطعه رقيقه، ضفت كذلك معلقه صغيره ديال المطارد، شويه ديال الملح والابزار، وغادي نضيف هنا قطرات ديال الخل، وكذلك ضفت شويه ديال الحار والربيع مقطع. وصافي تنخلطوا هاد العناصر كاملين وكتصبح الصلصه ديالنا جاهزه. هنا غادي نمروا للكفته. كما شفتوا معايا هنا عندي 4 ديال الكويرات. بالنسبه لي انا غادي نعمر غير 4 ديال الخبيزات والباقي غادي نحتفظ به باش يعني نستعملو مره اخرى. بالنسبه لي انا هنا استعملت الكفته ديال لادند. تقدروا تستعملوا اي نوع يعني كتفضلوه، اما الكفته ديال الدجاج او الكفته ديال اللحم. تنوضعها بحال هكا في مقلاة اللي تكون ساخنه وتنبدا تنحرك فيها هكا شويه بشويه باش كطيب ليا من جميع الجوانب، وكذلك كنخليها حتى كطيب مزيان من الوسط. قبل ما نحيدها من المقلاة غادي نوضع فوق منها كل قطعه غادي نوضع فوق منها شريحه ديال الفرماج بهذا الشكل هذا باش كتذوب عليها. صافي تنحيدوها بعد ما كيدوب لنا داك الفرماج
وفي نفس المقلاة غادي نوضعوا واحد شويه ديال الزبده فاش غادي نحمروا الخبز ديالنا. هاد المرحله ضروريه كيجينا ساندويتش ديالنا يعني مقرمش، وكذلك بحال كدير واحد الطبقه عازله باش ما كيجيناش الساندويتش ديالنا فازك منين كنوضعوا فيه الحشوه اولا ملي كنوضعوا فيه لاصوص. وهنا غادي ندوزو باش نصايبو ساندويتش ديالنا. غادي ندهنو اول حاجه الصلصه، غندهنوها من يعني الخبز من الفوق ومن الاسفل. غادي نوضعو الخس كطبقه اولى، ثم من بعد واحد الشريحه ديال المطيشه والكفته ديالنا اللي فيها الفرماج والبصله اللي شحرناها حتى تسلات، ومن بعد كنردو الطبقه الاخرى ديال الخبز. بنفس الطريقه كندهن الصلصه اولا، ثم غادي نوضع هكا شويه ديال الخس، وغادي نوضع الشريحه ديال المطيشه ثم الكفته والبصله وصافي تيكون الساندويتش ديالنا جاهز. راه كيجي بنين بزاف، كيجي احسن بكثير من الساندويتش اللي كنشريو على برا. كان هذا الاقتراح ديال الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون نال الاستحسان ديالكم، والى وصفات قادمه ان شاء الله، وبسلامه عليكم.